السلام عليكم ست منى. عليكم السلام ورحمة شلون الله. ست كواكب؟ أهلا وسهلا. 100 هلا. ست معكم أحد المزارعين من محافظة واسط. 100 هلا على الراس. فلاح أنت؟ اي نعم ست فلاح، بس فلاح ايش ست؟ بس اسمي فلاح. اليوم الفلاح تلقين الزرع والماي والبساتين. زين شلون هالزراعة؟ ست ماكو يا زراعة، ست الفلاح يرفض أنفاسه الأخيرة صقت تحجين. كم سنة صار لك ما تزرع؟ ماكو ست، تقريبا من العام الشهر الرابع كان اكو ماي وراح. العام شهر الرابع؟ اي بالضبط، السنة المضت كان اكو ماي وراح، واليوم هذا قطرة واحدة ما وصلتنا، يعني حتى ماي شرب ماكو. زين الفلاحين عاد شلون دا يعيشون اذا انتم كان يعني ايرادكم من الزراعه، اليوم انتم شنو وضعيتكم؟ ست ماكو الوضعية تعبانة، أي وسيلة عيش ما عندنا، يعني إحنا كان استيرادنا على الزراعة وراحت، يعني هسه حتى الحياة صارت عيشتها صعبة، تحفر لك بير يطلع الماي مالح. اوه احنا هاي مشكلتنا ويا وزارة الموارد المائية. فست اليوم من خلال قناتكم نطالب الحكومة العراقية بأن توفر راتب تقاعد للفلاح، بما أنه ما يقدرون يوفرون لنا ماي خليه يوفرون لنا راتب تقاعد. لأن اليوم مثل ما المدني يستلم راتب تقاعد والعسكري يستلم راتب تقاعد، الفلاح هم له حق، لأن خلص عمره بالفلاحة، بأيام الثمانينات وأيام التسعينات هو كلها جابها يخدم بالفلاحة. فيا ريت اليوم من حكومتنا كل فلاح بس مع عقد يحسبوا له راتب تقاعد حتى يقدر يعيش ويعيش عائلته بيه. واليوم اغلب فلاحنا كبار بالسن، يعني شياب لا يقدر يشتغل عماله، لا عنده مصلحه بالولايه. فيا ريت توصل رسالتنا ويسمعون صوتنا وينصفون الفلاح المسكين وينظرون في احوال الفلاليح المترديه، لان خطيه الفلاح وين يعيش؟ صح والله، خطيتكم بركبة كل حاكم ما يعرف يدبر اموره.